ناصر منسي، انا حابب اوجه له رساله. وعلى فكره انا والله العظيم مش بنتقده ولا بقول عليه اي كلام وحش، هو لاعب مؤدب ومحترم وربنا كرمه بالهدف اللي جابه في الاهلي. بس انا عايز اوجه له رساله مهمه جدا. مستمعين برنامج الحاوي، اهلا بيكم في الحلقه الرابعه. بس انا عندي رساله لناصر منسي. ليه انت لما طلعت في برنامج تلفزيوني قلت تصريح انا شايف انه ملوش اي 30 لازمه؟ قلت انك بتتحرك احسن من ليفاندوسكي. طب اشرح لي ازاي، انا عايزك تقول لي ازاي. ده لعيب مختلف عنك في كل حاجه، سواء كبدني او كعقليه، هو مختلف عنك في كل حاجه. لازم تركز، انت ربنا كرمك بجون مهم في ماتش الاهلي في السوبر الافريقي. بدل ما تطلع تقول تصريحات ممكن تبين ان انت لعيب بتاع لقطه، لا انا اطلع اقول تصريحات كويسه، اطلع اشكر مثلا اقول ان انا ربنا كرمني، انا عملت مجهود، انا اشتغلت على نفسي. واحاول بعد الجون اللي انا جبته في الاهلي ده ان انت تشتغل على نفسك اكتر، مش تطلع تقول تصريحات انا شايف ان هي ضرتك اكتر ما فادتك. لازم تشتغل على نفسك وتتطور. على فكره اي لعيب يطمح مثلا ان هو يقول ان هو